السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى لكم سنه سعيده، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والعافيه وكل ما كتمناو. فيديو اليوم غادي نشارك معكم طريقتي الخاصه والمميزه تحضير البصاره المغربيه. غادي بارطاجي معكم جوج الوصفات مختلفين تماما، نتمنى تجربوهم. نخليكم مع الطريقه والمقادير، بقاو معايا. بالنسبه للوصفه الاولى ديال البصاره غادي نحتاجو عندي هنايا ربعه ديال الفول اللي نقيته وغسلته مزيان، ربعه ديال الجلبانه اللي نقيتها وغسلتها مزيان، كاس ديال زيت الزيتون او زيت العود. غادي نحتاجو جوج ديال اللفت المحفور واللفت العادي. غادي نحتاجو الثومه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الابزار، الكمون والملحه. خليكم دابا معايا ندوزو لطريقه التحضير. على بركة الله غادي نبداو الوصفه ديالنا، خصوصا البنات اللفت غادي يعطيو واحد النكهه رائعه. خليكم معايا ندوزو لطريقه التحضير. غندوزو لطريقه التحضير. في واحد الطاجين كندير نص كاس ديال زيت الزيتون او زيت العود، كنضيف ليها البصاره ديال الفول، كنضيف جلبانه، كنضيف لهم واحد 4 ديال الفصوصه ديال الثومه، نضيف لهم اللفت المحفور البنات كيعطي واحد المذاق رائع، واحد النكهه يا سلام. كنتمنى تجربوها، هذه هي طريقتي. شاركوا معايا البنات نتوما باش كتحضروا البصاره ديالكم. كنضيف اللفت العاديه، قطعها الى مربعات. مع دابا البرد البنات كاين واحد البرد يا سلام غير ديال القطاني. من بعد ما درت هاد المكونات غادي نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نضيف الملحه، كنضيف الفلفل الاسود والابزار واحد معلقه صغيره، كنضيف بطبيعه الحال الكمون واحد ملعقه كبيره. انا هادو هما التوابل اللي كنستعملها البنات، وهذه هي طريقتي. قدر الكافي ديال الماء وغادي نديرها على عافيه مهيله. ندير شويه ونديرها على عافيه مهيله واحد المده ديال 25 دقيقه ونتلاقاو. انا البنات فاش كندير البصاره ما كنحركهاش. دابا غادي ندوز نديرها على عافيه مهيله واحد المده ديال 25 دقيقه ونتلاقاو. هي البنات البصاره ديال الفول والجلبانه واجده. كما معروفه البنات الفول غني بالبروتينات النباتيه، والجلبانه البنات غنيه بالبوتاسيوم والفوسفور. صابر البصاره غذاء كامل متكامل البنات. دابا ندوز غادي نطحن البصاره ونتلاقاو. هي البصاره ديال الفول والجلبانه واجده البنات، كتجي رائعه وبنينه في المذاق. مبغيهاش تجي جاريه بزاف كما كتشوفوا البنات. كنضيف ليها زيت الزيتون او زيت العود، فيها كميه شويه كبيره. نزينها بالسودانيه، كنضيف ليها جوج ديال المزيودات وكنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى تنال اعجابكم. ودابا ندوز نحضر معكم الوصفه الثانيه. من البنات تجربوها، كتجي بنينه ولذيذه في المذاق خصوصا مع هذا البرد اللي كاين. نتمنى تجربوا الوصفه ديالي. ودابا ندوزو للطبق الثاني. بالنسبه للوصفه الثانيه البنات غادي نشارك معكم بصاره ديال الجلبانه. غادي نحتاجو ربعه ديال الجلبانه اللي غسلتها مزيان ونقيتها، فلفله خضراء اللي قطعتها الى دوائر كتعطي واحد المذاق رائع البنات. بطبيعه الحال غادي نحتاجو زيت العود، غادي نحتاجو الثومه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملحه، الكمون،
الفلفل الاسود والابزار. دابا ندوزو لطريقه التحضير. بطبيعه الحال غادي نحتاجو الماء الكافي للبصاره ديالنا. دابا ندوزو لطريقه التحضير. البصاره بالجلبانه في واحد الطاجين كنديرو نص كاس ديال زيت الزيتون او زيت العود. كنضيف ليها البصاره ديال الجلبانه رابعه. لو سكري ديال هاد البصاره هي الفلفله، كتعطي واحد المذاق رائع، كتعطي الفلفله واحد المذاق رائع وفيها لا فيتامين سي. البنات جربوها ما غاديش تندموا، كتعطي واحد المذاق رائع. كنضيف ضيف 6 ديال الفصوصه ديال الثومه. كما معروفه البنات البصاره كتحتاج الثومه كثيره. كاينه البنات اللي تيدير فيها المعدنوس، انا ما غاديش ندير فيها، كندير فيها غير الفلفله. كنضيف ليها الملحه، كنضيف الابزار نص معلقه، او الفلفل الاسود. بطبيعه الحال الكمون كنكثروا شويه، كيعطي مذاق رائع واحد النكهه. نقصي البنات اللي كيدير فيها الخرقوم البلدي، انا ما كتعجبنيش النكهه ديالو. غادي نضيف الماء القدر الكافي وكنديرها على عافيه مهيله دغيا كطيب. دابا غادي ندوز نديرها على عافيه مهيله واحد المده ديال 20 او 25 دقيقه ونرجع لكم. بقاو معايا. ها هي البصاره ديالنا البنات بدات كطيب. هي البنات البصاره ديال الجلبانه طابت، غادي ندوز نطحنها في الخلاط الكهربائي. بقاو معايا. كما معروفه البنات البصاره غذاء كامل ومكمول، خصوصا غنيه بالفوسفور والبوتاسيوم وبالنشويات. دابا ندوز غادي نطحن البصاره ونتلاقاو. البصاره ديالنا من بعد ما طحنتها واجده يا البنات، نضيفوا ليها زيت الزيتون او زيت العود. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. كنضيف ليها شويه ديال الكمون. كما معروفه البنات الكمون كيساعد على عمليه الهضم. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وكنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم البنات، وكنتمنى تجربوا طريقتي في عمل البصاره وشهيه طيبه. هما الاطباق ديالنا البنات واجدين ديال البصاره المغربيه، نتمنى تجربوهم وانا متاكده غادي يعجبوكم. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم الزوينه. وميعادنا في الفيديو الجاي. في امان الله. بسلام عليكم.